بخطى متسارعة يتقدم الجيش السوري وحلفاؤه على أكثر من جبهة. المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى انطلقت جنوب محور مطار السين ظاظا في ريف دمشق الشرقي، ومع انطلاقها تتسع رقعة المناطق التي يسيطر عليها الجيش على حساب المجموعات المسلحة، حيث تقدم الجيش وحلفاؤه من جهة دكوى واستعادوا السيطرة على سلسلة تلال بين تل دكوى وتل رغيلة وتل ريشة وجبل مكحول وجبل سيس، إضافة إلى تحرير مناطق واسعة تمتد بين سد ريشة وجبل سيس. بهذا التقدم يصبح الجيش على بعد 18 كيلومترا تقريبا من تلول الصفا جنوبا، ما يعني أن محاصرة المسلحين في هذه المنطقة باتت قاب قوسين أو أدنى، ولا سيما أن هذه العمليات تتزامن مع عمليات عسكرية في ريف السويداء الشمالي الشرقي، حيث سيطر الجيش على بلدات وقرى وتلال في الريف الشمالي الشرقي، منها تلول الفديين وتل أصفر وتل أشهيب والساقية وخربة صعد. المساحة التي تمت السيطرة عليها تجاوزت 300 كيلومتر مربع، وأوقعت المعارك عددا من القتلى في صفوف المسلحين وقادتهم من قوات أحمد العبد وجيش العشائر وجيش أسود الشرقية المدعومة من التحالف الأمريكي. جبهة البادية تشهد أيضا تطورات ميدانية، حيث تابع الجيش وحلفاؤه عملياتهم شمال شرق بلدة جباب حمد، وسيطروا على قرية رسم حمادي في ريف حمص الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. أيضا في البادية تقدم الجيش باتجاه حقل الهيل النفطي وسيطر عليه بعد أن سيطر على محطة الهيل للغاز.